الصيف هذا وباغي تخدم وخايف من مقابلة العمل ولا لونتروتيان ولا ما عرفتش فين تلقى خدمة، فهاد الفيديو ليك وإلا كملتي حتى الاخر ما غاديش يبقى عندك شي سؤال. اول حاجة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الناس اللي متبعين هاد القناة عارفين باللي عزيز عليا نجرب حوايج جديدة، فيما كتصدق لي شي حاجة كنشرها معكم باش ما تطيحوش في نفس الاغلاط اللي كنطيح فيهم انا. وفي هذا الفيديو غادي نوريك من اين تؤكل الكتف وكيفاش تلقى خدمة وانت كتقرا ولا ساليتي القرايه وكيفاش دوز مقابلة العمل. مهم ما نطولش بزاف ويلا نبداو. اول حاجه كيفاش نلقى خدمه. هذه المرحله ما سهلاش ولكن في الصيف كتكون سهله وبزاف، لان الشركات كيطلبوا العاملين والعاملات في مختلف المجالات، حيت كتكون الدنيا عامره وكاين الرواج، ومنين كيكثر الطلب كيكثر مع العرض، اي لوفر والدوموند. المهم حنا ما شغلناش في هذا الشيء. الشركات اللي عندنا في المغرب كيخدموا الطلبه معروفين: ماكدونالد، مرجان، برجر كينغ، بيم، KFC، ومحلات اللي تيبيعوا الملابس بحال ديفاكتو، ديكاتلو ولي سونتر دابيل. المهم حنا غادي ناخذ مثال ديال لي سونتر دابيل، وكاع الشركات اللي غادي تقدر تدفع لهم غادي تدفع لهم بطريقه اللي غادي تدفع لي سونتر دابيل. اما بالنسبه لماكدونالد راه فايت درت عليها فيديو، الا كنتي مازال ما شفتيه فادخل شوف. النقطه الاولى هي كيفاش ندفع لي سونتر دابيل ولا اي شركه. فهادشي اللي غادي نقول لكم على لي سونتر دابيل تقدر تطبقوا على اي شركه. كاينين جوج ديال الطرق: يا اما انا عبر السيت ديال داك الشركه، في الحاله ديال لي سونتر دابيل كاين السيت ديال مونكال سنتر، كتحط السي في ديالك في الموقع وكتدفع للشركات ديال مراكز الاتصال اللي كاينين في المدينه ديالك، وكل نهار كاينين الالاف ديال العروض ودغيا كيعيطوا لك باش دوز معاهم لونتروتيان تليفونيك اللي هي المقابله الهاتفيه، واللي كتكون بسيطه بزاف. قدم راسك، النيفو ديتود ديالك، فين ساكن، والمعلومات بسيطه بالفرنسيه طبعا. ومن بعد كيعيطوا لك باش دوز لونتروتيان فيزيك، واللي غادي نقول لكم شنو كيديروا فيها من الاول حتى الاخر حتى هي. اما بالنسبه للطريقه الثانيه كتحط السي في ديالك في الشركه، ولا كان عندك شي زهر تقدر تعطيه الريسبونسابل RH وكدوز لونتروتيان في البلاصه وتخدم دغيا دغيا. هادشي اللي تنقول لكم دابا تقدر تطبقوا على كاع الشركات ماشي غير لي سونتر دابيل. ودابا غادي دوز المرحله الثانيه اللي هي لونتروتيان فيزيك. وقبل ما ندوزو للاسئله، فاول حاجه ضروري ما توجد لونتروتيان ديالك. حاول تواصل مع راسك وتسول وتجاوب راسك، هادشي غادي يعاونك بزاف. ثاني حاجه حاول تكون نتايا وما تبينش شي شخص اخر اللي عمرك ما كنتي، فتصرفي على الطبيعه ديالك في لونتروتيان. وحاول تحيد داك ستريس، حيت الا تحكم فيك فكون متاكد باللي ما غاديش تقبل. وهادشي طرا لي واحد المره باش دفعت واحد سونتر دابيل، وهذه كانت اول تجربه لي في شي سونتر دابيل، وكنت ما وجدت والو لونتروتيان وستريس غالب عليا. وديك البنت اللي كانت كتسولني حسات بيا مستريسي وحاولت تعصبني، فمنين كتسولني شي سؤال كنبغي نجاوب كتقاطعني وسط الجواب ما كتخلينيش نكمل، وبالفعل تعصبت وما تقبلتش في ديك الخدمه. ومنين سالينا لونتروتيان قالت لي ديك الجمله الشهيره ديال سير حتى نعيطوا لك. الا قالوا لك هاد الكلمه فثق بيا راه عمرهم غادي يعيطوا لك. وحدي راسك من هاد النقطه وصافي، ما تحاولش تعصب وسط لونتروتيان. المهم كاين بزاف ما يتقال، ولكن ما بغيتش نطول عليكم بزاف، ندخلوا شنو كيتقال في المقابله والاسئله اللي يقدروا يتحطوا لك تما. اول سؤال واللي عارفينه نتوما كاملين اللي هو بريزونتيفو. مثلا بالنسبه لي انا نقدر نقول جو مابيل حاتم شوبان، ناسيوناليتي ماروكان، سيليباتير. Je suis âgé de 21 et j'ai obtenu mon baccalauréat en 2019 et ma licence fondamentale en sciences économiques et gestion en 2022. فباختصار خاصك تقول السميه ديالك، شحال في عمرك، المسار الدراسي ولا المهني ديالك. وبالنسبه لاي سؤال كيعطيوه ليك خاصك تجاوب ما قل ودل، يعني بلا ما تبقى تدخل وتخرج في الهضره. بالنسبه للسؤال الثاني اللي قدرت تطرح لي هو pourquoi êtes-vous là aujourd'hui، علاش انت هنا اليوم. فتقدر تقول tout d'abord je suis là aujourd'hui pour découvrir une nouvelle domaine, également pour apprendre et mettre mes compétences à votre service. حرفيا كتقول لهم انا هنايا باش نكتشف ميدان جديد ونتعلم ونسخر القدرات ديالي في الخدمه ديالكم. السؤال الثالث اللي يقدر يتطرح اللي هو pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi، وما خاصكش تذكر العمل ديالك الاخر بطريقه خايبه. علاش؟ لانهم تيقولوا انه الا خرج من عندنا غادي يذكرنا حتى حنايا بطريقه خايبه. فشنو تقدر تقول هنايا؟ فالا كنتي خدام شي خدمه من قبل غادي تذكرها بطريقه زوينه. مثلا انا غادي نقول لهم فما قدرتش نوازن ما بين القرايه ديالي والعمل ديالي وكانوا عندي بزاف ديال الامتحانات. بالنسبه للسؤال الرابع اللي يقدر يتحط اللي هو pourquoi vous avez choisi notre société، علاش اختاريتي الشركه ديالنا بالضبط. فمثلا تقدر تقول لهم en vérité j'ai un ami qui travaille dans le même centre d'appel. il s'appelle، غادي تقول لهم السميه ديال داك الدري اللي خدام معاهم، il m'a proposé ce métier، عرض عليا هاد الخدمه et c'est pour ça je suis là aujourd'hui، وعليها انا هنا اليوم. وإلا ما كانش عندك صاحبك خدام في سونتر دابيل فتقدر تقول لهم جي ان امي كي ترافاي دون لو دومين دو سونتر دابيل، يعني في المجال ديال سونتر دابيل ما بروبوز سو ميتيي اي سي بور سا جوي لا جوردو. وبالنسبه للسؤال الخامس واللي ديما تقريبا كيتحط اللي هو لي بوين فور اي لي بوين فيبل ديالك، غادي نبداو بلي بوين فور. فتقدر تقول لهم جو سوي ديناميك اورغانيزي اي سيريو اي جو سوي كابابل دو ترافايي دون ان ايكيب، زي لو سون ليكوت. المهم كاين بزاف ما يتقال على حساب انت والشخصيه ديالك. بالنسبه لي ديفو ولا لي بوين فيبل فتقدر تقول لهم جو بونس كو سوي ان بيرسون تيميد اي بافار كيلكو فوا مي جو بو اميليوري سي ديفو، اللي كتعني انني كنعتقد انني واحد الشخص فيه الهضره وكنحسن بعض المرات
وقادر نصلح هاد العيوب في المستقبل. بالنسبه للسؤال السادس اللي يقدر يتحط اللي هو pourquoi vous avez choisi ce métier، علاش اختاريتي هاد الخدمه بالضبط. هنايا غادي تقدر تقول لهم pour améliorer mon carrière professionnelle parce que c'est un métier d'avenir، باش نحسن المسار المهني ديالي. علاش؟ لانها واحد الخدمه ديال المستقبل. وتقدر تزيد السبب الرئيسي اللي هو انك تجمع شويه ديال الفلوس. فمثلا انا كنت قلت ليه pour collecter une somme d'argent pour acheter des compléments alimentaires، علاش؟ لانني كنتريني الحديد. وبالنسبه للسؤال السابع اللي هو pourquoi vous et pas les autres personnes، علاش غادي نختاروك انت وماشي الاشخاص الاخرين. فهاد السؤال تقدر تعتبره فكيشوف انك واش شخص اناني ولا لا، ولكن انت خاصك تجاوب بواحد الطريقه دبلوماسيه. فتقدر تقول انا ما كنعرفش الاشخاص الاخرين، ولكن عارف انني واحد الشخص اللي كنخدم مزيان وكنحط جهدي كامل، والا خديت هاد الخدمه غادي نثبت انني انا هو الشخص المناسب. فتقدر تقول ليه je ne connais pas les autres personnes mais je sais que je suis une personne capable et si je décroche ce travail je vais prouver que je le mérite. المهم هادو هما الاسئله اللي تقريبا كيتعاودوا، فنصحك ما تحفظش وانك تكون فاهم شنو كتقول. وبالنسبه لاي شركه بغيتي تدفع عليها فغدير عليها واحد الريشيرش بسيط قبل ما تمشي دوز لونتروتيان. فمثلا مرجان غادي تعرف فوقاش تاسس مرجان، فوقاش دخل المغرب. مثلا بالنسبه لي سونتر دابيل خاصك تعرف شنو هما لي ميسيون ديال لي سونتر دابيل، لا ريسبسيون دابيل، لي ميسيون دابيل، لو رول دو تيليكونسيي، شنو هو ديفينيسيون دان سونتر دابيل. هادشي كامل خاصك دير عليه واحد بشي ريشيرش وصافي، حيت يقدروا يسولوك عليه تا هو. المهم هادشي اللي كان في هذا الفيديو. لما فهمتي شي حاجه كما قلت لكم خليها لي في التعليقات وغادي نجاوبك عليها بالتفصيل. وغادي نختموا بواحد المقوله اللي كاملين كنعرفوها تقريبا. قيل لي الحسن البصري ما سر زهدك في الدنيا، فقال علمت بان رزقي لن ياخذه غيري فاطمأن قلبي له، وعلمت بان عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت ان الله مطلع علي فاستحييت ان اقابله على معصيه، وعلمت ان الموت ينتظرني فاعددت الزاد للقاء الله. فالله يوفقكم ويسهل عليكم الشباب، وما تنسوش باللي العمل الحقيقي هو العمل لوجه الله وللآخرة، والامتحان الحقيقي هو امتحان الآخرة، فريق في الجنة وفريق في السعير. فاللهم اجعلنا من أهل الجنة، وما تنساش ديما خليك على بال. تهلا.